عسلامة ومرحبا بكم. اليوم باش نعملوا وصفة مزيانة، وهي وصفة انتي جاسبياج باش ما نلوحوش ولا باش ما نقعدوش حايرين في حاجة أخرى. عندي لهنا فاضل متاع المقارونة باللحم المفروم، إن شاء الله نخليها لكم في صندوق الوصف. ديجا سبق وقدمت لكم الوصفة. لهنا عندي مقارونة بلومة قصتها بالمقص طريقة عشوائية باش نتحصلوا على الطاجين هذايا البنين المقنع المشبع، ما نحكي لكمش بنا من وراء العقل. لهنا كيف ما قاعدين تشوفوا عندي المقارونة فاضلة من البارح، دونك حايرش مش نطيب وهي كمية صغيرة ولازمني نعمل نستنبطلها. الو لهنا خذيت المقارونة. اول حاجة نوريكم المكونات، خذيت 6 بيضات وبعد تالي اضفت بيضتين. استعملت معدنوس وكريم فريش وقصيت الزيتون، واستحقيت لهنايا فرماج موتزاريلا، الفرماج العادي، الفرماج تريونغل، كركم، فلفل اكحل وملح. كيف ما شفتوا نقصها مش ناخذ بحكم عندي المقارونة البلومة كيف اللي ما هنايا قلت. خشينة شوية. دونك بعد ما قصيناها مش ناخد كست البيضات نحط عليهم الخليط، اللي هو مش الخليط، المكونات اللي هو كريم فريش، حطيت معها زيتون. انت وشنو تحب تضيف للطاجين متاعك قد ما تعطيها تعطيك. فوالا نخلطوا العظم والزيتون والمعدنوس ونزيدها الفرماج لهنا العمدة في الفرماج. خذيت 3 انواع، انت ديما المتوفر عندك. كيف نمزج المكونات مليح، ولازم نتأكد انه الفرماج تريونغل زادا اتحل ومفوح. فلفل اكحل، الكركم اذا كان تحبوا اصفر، وبين تحط فلفل مرحي اذا كان تحبوا احمر، اما دي بريفيرونس ازعر. وبطبيعة الملح ما نكثروش على خاطر عنا الفرماج بنواعه مالح، والمقارونة ديجا فيها يعني طيبة بملحها. نخلط اكل المكونات الكل مع بعضها، وتوا مش نضيفها على كل مقارونة. نخلطها مليح مليح، لازم نتأكد اني كل كعبة مقارونة دخلت فك الخليط هذاك. ولهنا نكون حضرت بيركس بطبيعة، حطيت فيه شوية زيت دهنته. وتوا مش نجيو مش نحط الخليط في البلاتو متاعنا. كهو استويناه ركحناه، حطيته بطبيعة في الكوش على 180 درجة لمدة 25 دقيقة، وبطبيعة انت والكوشة اللي عندك. شوفوا هذا شكلها بطبيعة قبل ما نحطه، حاجة بنينة ومزيانة. تحط فيها اللي تحب انتي، تحب تثريها بالخضرة تحط. وهذا بعد ما حضرت شوفوك البنة وشوفوك القوام، ما نحكي لكمش بنة من وراء العقل. ان شاء الله تجربوها. وكان عندك شوية فاضل مقارونة ما تلوحوش، دونك تخليه تزيدوا عليه حوايج خفيفة، وتولي لكم هكا عندكم عشاء خفيف وبيان غدا خفيف. انتي وكيفاش تحب وقتاش تحب تاكلوا. وما بعضنا مش نقصوا مرسو. تشوفوا كيف اني طايب في حقه هشوش خفيف، ما نحكي لكم مش، والبنة عاد وحدها. الفايدة تجربوها وان شاء الله تعجبكم الوصفة. هذا هو القهوة من داخل. ان شاء الله فيديونا متاع اليوم يكون واذا يكون كانوا عاد مفيد مش لكم. تجربوها ما تنساوش تخلوا لي تعليق هكا مزيان، تقولوا لي شنو رايكم في الوصفه اللي عطيتها لكم. وكيف ما تحرمونيش ماك البصمه المزيانه. واذا كانك ما اشتركتش في القناه واول مره تدخل وتكتشف القناه هذه، نقول لك فضلا وليس امرا تعمل لي اشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. تو ما تبقى كان نقول لكم دمتم في رعايه الله وحفظه وبسلامه، وان شاء الله في فيديو جاي ان شاء الله.